مع مراعاة غلاء الأسعار والأسعار اللي بقت صعبة على كل الناس والحالة الاقتصادية الصعبة على الناس، قررنا إن إحنا نقول دايت سهل ومفيد لكل الناس، وإحنا هنسميه النهاردة دايت الغلابة. أنا عايز يا جماعة أنوه لحاجة مهمة جدا عشان الموضوع ده مختلط عند ناس كتيرة. كلمة غلابة لا تطلق على الناس الغير مقتدرة، بالعكس احنا كلنا غلابة يا جماعة، تطلق على كل الناس. المجتمع المصري دلوقتي كله مجتمع الفئة بتاعته فئة من الغلابة، فئة عندها الاقتصاد في مشكلة كبيرة جدا. الشخص اللي بيقبض 1000 جنيه ده شخص غلبان، الشخص اللي بيقبض 20,000 جنيه ده برضه شخص غلبان. اقتصاديا احنا بقينا في وعكة كبيرة جدا. فاحنا لما بنقول دايت الغلابة، دايت مناسب لجميع الناس. الشخص الغير قادر مناسب ليه، والشخص القادر هو برضه فيه تكاليف في كل حاجة. فكلمة غلابة هنا لا يطلق عليها الشخص الغير مقتدر فقط، لا كل الناس يا جماعة، ما احنا كلنا غلابة واحنا بنبسط بس بنحاول نعمم الكلمة ونخلي ان احنا نقول كلنا سواسية وكلنا طبقة واحدة. فاحنا بندي دايت ان جنرال زي ما بنقول وعام لكل الناس، طبعا المقتدرة وطبعا الغير مقتدرة طبعا، عشان بس ما يختلطش الموضوع على الناس، ان احنا كلنا فعلا في وعكة اقتصادية كبيرة. وكل الاشخاص سواء اللي معاه فلوس او معهوش فلوس هو بيعاني على مدار الشهر من المصاريف، وبيعاني من الاوضاع الاقتصاديه للبلد، وبيعاني من الالتزامات اللي هي في رقبته. فبنسهل الدنيا للناس كلها، فعايزين الناس كلها تعمل دايت. والمغزى من موضوع دايت الغلابه او كلمه الغلابه ان احنا عايزين الناس كلها تشارك في الدايت، الغني والفقير واللي معاه فلوس واللي معهوش فلوس. وانا واحد من الناس على فكره يا جماعه بعمل الدايت ده، كلنا بنعمل دايت ده يا جماعه. ده مش دايت موجه لشخص واحد، لا هو دايت موجه لكل الفئه المصريه، ان احنا حاليا بنعاني فتره كبيره جدا مشكله اقتصاديه كبيره. هو بالمناسبه دايت بيتي. يعني ايه بيتي؟ يعني موجود في كل بيت مصري نقدر نستخدمه ونخس على فكره كل اسبوع 2 كيلو. هنقول برنامج خفيف وسهل نقدر نمشي بيه خلال الفتره اللي جايه، ونقدر نقلل فيه كميه البروتين وبالتالي نخس كل اسبوع 2 كيلو. اعمل سبسكرايب للقناه، شير، فولو اند لايك علشان يوصلك كل جديد. كمل الفيديو للاخر علشان تعرف دايت البيتي مكون من ايه او دايت الغلابه. اول ما نبدا اليوم بتاعنا محتاجين ناخد ثمره فاكهه مكونه من اصناف سكرها مش عالي، زي التفاح، زي الجوافه، زي البرتقال، زي الخوخ، زي المشمش، زي الكيوي. كل دي فواكه غير عالية السكريات. لما تدخل الجسم الصبح تبدأ تشغل معدل الأيض جسمك بيحرق كويس قوي مع كوب ماء. مش لازم نقول بقى كوباية مية دافية وكوباية مية ساقعة، هي كوباية مية طبيعية. بعد ما تاخد ثمرة الفاكهة بنص ساعة ابدأ خد وجبة فطار متكاملة وصحية مكونة من 3 أصناف. أول صنف الكربوهيدرات أو النشويات، وده بيمثل من نص رغيف بلدي لرغيف بلدي، أقصى حاجة رغيف، أقل حاجة نص رغيف. تقدر نستبدلهم بشريحتين توست اسمر، يفرق معاك برضه لو عايز تغير وتاخد بدائل. معاهم نوعين بروتين، انواع البروتين المتاحه السهله وغير مكلفه الموجوده في كل البيوت المصريه، زي البيك ينفع يكون مسلوق او اومليت متقطع عليه خضار، زي الجبنه قريش او جبنه لايت اي نوع لايت، زي الفول طبق صغير عليه نقطتين 3 زيت زيتون. قرصين طعميه يا جماعه نقدر ناخدهم برضه في الدايت، عشان ناس كتير الطعميه مش معانا في الدايت، احنا بقى بنقول الطعميه معانا في الدايت، لان الطعميه نقدر نصفيها من الزيت، او في ناس تعملها في اير فلاير، في ناس بتصفيها بمنديل او ورقه وتاخدها عادي. يبقى كده قلنا فول، طعميه، بيض، جبنه، وناخد كمان لانشون او زبادي. صنفين من البروتين مع العيش مع طبق من السلطه مكون من الخيار، خس، اي نوع يا جماعه من الخضروات او من الورقيات ما عدا الجزر لانه بيرفع السكر. ده الفطار، وجبه فطار خفيفه وجميله نقدر ناخدها بكل سهوله علشان تخسسنا كويس قوي وتشغل معدل الحرق. مهمه جدا وجبه الفطار اول ما نصحى من النوم، اقصى حاجه ليها ساعه، سينا 12 واحده 10. طبعا ما اقدرش انكر دور الصحيان بدري، لكن لو بتصحى متاخر خد وجبه فطارك على طول. ده الفطار الغداء 6 ساعات. اول ما توصل لوجبه الغداء خد كوب من الماء، ابدا خد طبق من الالياف مكون من مكونات السلطه ما عدا الجزر طبعا. بعد كده خد نوع بروتين، مش هنقول لحمه طبعا لزياده الاسعار، هنقول سمك، هنقول تونه، هنقول بيض، هنقول جبنه قريش، هنقول عدس، هنقول اخر حاجه الفراخ. بروتين سهله وموجود في كل البيوت المصريه. العدس ده على فكره يا جماعه ينفع يبقى بروتين عادي، البيض ينفع، السمك، كل الاصناف الرخيصه دي ينفع
تدعم البروتين في الجسم، حتى الجبنه القريش، عشان بس ما نصعبش الموضوع على نفسنا. بعد كده ممكن ناخد طبق خضار ما عدا البسله ان هي فيها نسبه نشويات عاليه. واخر حاجه يا جماعه في الدايت بتاعنا في الغداء بناخد الكربوهيدرات او النشويات على هيئه طبق صغير او بوله صغيره من 5 ل 8 معالق رز او مكرونه او بطاطس او نص رغيف عيش. كده قلنا غدا متكامل. والعشاء قبل النوم بساعه او ساعتين مكون من بروتين وسلطه. البروتين ده ممكن يبقى جبنه، بيض، فول، تونه، عدس، اي نوع بروتين نباتي او حيواني مضاف لبعض مكونات السلطه نقدر ناخده. ولو عندنا مشكله في الشهيه وان احنا بنسهر كتير نقدر ناخد وجبه العشاء دي 3 مرات بس بدون نشويات. اي نوع بروتين مع سلطه بدون نشويات. بين الوجبات لو احتاجنا وجبه خفيفه او سناك نقدر ناخد اي نوع من الفواكه ما عدا الممنوع، الموز والعنب والتين والبلح والمانجا، بالاضافه لبسكوت شوفان دايجستيف بيفرق معانا قوي في الحرق ويفرق معانا في الشهيه. نقدر ناخد مشروبات ساخنه او مشروبات اعشاب زي القرفه والجنزبيل من مشروبات حارقه الدهون، والنعناع واليانسون، وكل الاعشاب جميله جدا. لو بناخد كافيين يبقى مره واحده في اليوم او مرتين. احنا كده يا جماعه قلنا دايت الغلابه، ده موجود في كل بيت مصري. لو طبقت البرنامج الغذائي اللي انا قلته هتخس كل اسبوع 2 كيلو باقل التكاليف، وموجود عندك في كل بيت وسهل جدا نقدر نجيبه من اي مكان. وقللنا نوع البروتين او تكلفه البروتين الحيواني اللي عامل مشكله ناس كتيره ومخليها تتراجع عن الدايت. كل يوم معلومه وكل يوم نقول فيديو في معلومه هتفيدك اثناء رحله الدايت. شكرا.